انا عايز ابدا. انا عندي 3 مواضيع النهارده، بس هبدا بموضوع عشان انا دايما بنسى اتكلم في الموضوع ده. من ساعه دخول الفلوس بتاعه الفرع الجديد في الزمالك، والناس اللي كانت بعدت عن الصوره، الناس اللي فشلت، اذا كان المشرف على الكره السابق الاستاذ احمد سليمان او الكابتن حسين السيد، الناس اللي فشلت في اداره ملف الكره في الزمالك، الناس دي كانت بعدت والامور كلها بقت في ايد لجنه التخطيط برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني ومعاه ميدو وحازم امام. الناس دي موجوده، بتوع لجنه التخطيط موجودين لان في فشل حصل من المجلس. تدخل رجال الأعمال والناس الداعمين للنادي وللمجلس وقرروا إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وجابوا لجنة التخطيط دي عشان تلم الدنيا في يناير. لما دخلت فلوس الفرع الجديد وبدأ يحصل انتعاشة مالية، انتعاشة هتكمل معانا شوية، المبالغ كبيرة دخلت، ظهر من جديد الأشخاص اللي فشلت في السابق وبيحاولوا يقدموا نفسهم ان هم عندهم علاقات ومتداخلين، وكلموا ناس وفوضوا ناس وعملوا زوم ميتنج مع ناس، مع لعيبه ومع وكلاء، وعايزين يحطوا ايديهم تاني. ما هي ميغه. الناس اللي بتتابعنا في اللايف اتكلمنا من فتره، من شهر تقريبا، عن ان لما الفلوس بتاعت الفرع الجديد تدخل هتلاقي الناس اللي فشلت رجعت على الساحه تاني، عايزه ترشق نفسها، جمعيه المنتفعين اياهم. لازم جمهور الزمالك يعرف ان مجرد تواجد الكابتن احمد سليمان والكابتن حسين السيد في ملف الكوره من تاني، فده ملوش معنى غير انتوا ناس منتفعين. انت فشلت وخدت جنب واعترفت بفشلك وقلت ان انا مش مسؤول دلوقتي عن ملف الكوره، تمام؟ راجع تاني ليه دلوقتي؟ ما هو المبرر؟ هل مصلحة النادي مثلا؟ خلاص، مصلحة النادي حضرتك ما عرفتش، في ناس جت تلحق، فالناس دي هي اللي تشتغل، الناس دي هي اللي بتحل، الناس دي اللي هي جايه تشيل الليله بتاعتك انت، الناس دي هي اللي اتصدرت في وش المدفع زي ما بيقولوا، وانت حضرتك استخبيت. فما تجيش دلوقتي لما تلاقي فلوس في النادي تيجي ترجع تاني وتقول المبرر انك انت خايف وانك انت. حضراتكم غير مرغوب فيكم، حضراتكم فشلتوا، حضرتك فشلت قبل كده، فانا مش هستنى حضرتك تنجح تاني، لانك انت مش فشلت مره واحده، فشلت مره واثنين وثلاثه. فشلك المستمر دليل على حاجتين: يا اما انت متعمد كده، يا اما انت بالفعل شخص فاشل. في الحالتين انا مش عايزك، ومش عايزك تبقى موجود، ولا اثق في اختياراتك، وانا كمان مش واثق فيك انت شخصيا. يا جماعه النادي في مرحله حساسه، ما ينفعش حضرتك عشان حضرتك موجود كعضو مجلس انك تحسن وضعك المالي على حس انا. ما هو انا برضو مشجع وشايف حال الفريق عامل ازاي، ما بالك انت اللي المفروض في المطبخ؟ هل يرضيك كده يعني؟ ما يرضكش طبعا اكيد، ده لو انت يعني زي حالتنا. فيعني عايز يرضيك بقى، وعايز تدخل وعايز تعمل وعايز تتكلم وعايز تتفاوض وعايز تقعد تعمل زوم ميتنج مع لعيبه وتروح لممدوح عباس تقول له انا مخلص مع فلان ده بقد كده ومش عارفه ايه، وانه انا خلاص كده مت وانا بعدت، انا ما استقلتش، انا المفروض ليا دور، انا كنت المشرف، انا جاي اصلا في الانتخابات، وتقعد تشتكي وتقعد تعمل، ودي ناس جابوني وكنت هبقى رئيس. تبقى رئيس ازاي طيب؟ انا راضي ضميرك يعني؟ ده انت يا شيخ يا مؤمن يا موحد بالله، يعني جيت كسبت في الانتخابات رحت ماضي عقد مع ام بي سي على حس انك عضو مجلس اداره. يا كابتن كلنا عارفين، الوسط كله عارف انك جاي تحسن ظروفك على حس النادي ده، وان وجودك اصلا لا لشيء الا انك انت كنت مستكتر الميغه دي على مرتضى وعياله. والكابتن التاني اللي معاك، ما هو 2 جوز حراس، ويا ريتكم جوز حراس يعني، كنتوا جنبين انتوا جوز حراس على الله يعني. الكابتن التاني نفس الكلام برضه، يمكن هو مش زيك، يمكن هو مش زيك يعني، هو مش زيك قوي يعني، بيبعد نفسه ساعات، لكن برضه دخوله في الوقت اللي زي ده مع توفر الفلوس لا يثير الشبهات، يثير الشبهات. الموضوع التاني موضوع عبد الله السعيد. عبد الله السعيد في كلام كتير طلع اليومين اللي فاتوا. عشان نكون متفقين، عبد الله لعيب مهم في الفرقه، وان انا في الوضع الحالي وان انا بعيد بناء الفريق محتاج اللي زي عبد الله تسند عليه. عامل السن عامل مهم، لكن لازم نعترف ان في وقت من الاوقات اللعيبه الكبار اللي زي عبد الله محتاجين فرقه تسندهم. الاساطير في اخر ايامها
تكرم، تتشال، ما تشيلش. مطلوب منك انك انت تعمل فرقه كويسه في الاول، عشان اللي زي عبد الله وجوده يبقى مهم وضروري، حتى لو مش فنيا بس، حتى لو مش اساسي، لو هو يلعب على الدكه، لو ينزل مثلا من على الدكه يعمل لك فارق وكده، لان عبد الله لعيب كبير. فانت حتى لو مش في حساباتك ان عبد الله ليه دور غير فني، لو انت مش في حساباتك الدور ده وبتقيم عبد الله فنيا بس، فعبد الله هو احسن لاعب في الزمالك الموسم اللي فات، الموسم المنتهي ده، وان احنا من غيره بنعاني اشد المعاناه. حتى لو انت بتبني، حتى لو انت هتجيب لعيبه كتير في المكان ده، لا، وجود عبد الله ضروري وتقدر تبني عليه. الناس طلعت وقالت ان عبد الله طلب 35 مليون في السنه و40 مليون في السنه ومش عارف ايه. الكلام ده ما حصلش خالص. عبد الله الكلام ده كله اجتهادات. عبد الله طلباته من الزمالك كانت منطقيه جدا، انا ما اعرفش كام، بس الرقم ده بعيد، او 35 و40 مليون ده بعيد، لكن المعلن بشكل رسمي ويعني خلاص يكاد يكون هو الاتفاق اللي هيتم بيه تجديد التعاقد، مبلغ 15 مليون جنيه في السنه لمده سنتين. الكلام اتقال لمده سنتين. لا، الجديد بقى ان عبد الله هيجدد موسم واحد بس، 15 مليون جنيه من النادي، وهياخد 15 مليون جنيه من احد رجال الاعمال الداعمين للنادي، هياخدهم في صوره منحه تعاقد. عقده الرسمي في الزمالك هيكون 15 مليون جنيه. عبد الله انا تقييمه بالنسبه لي لازم، لو هيخضع لمعايير او هيخضع لاسباب، بلاش اسباب ده خالص، بلاش اسباب. لو تجديد عبد الله سيخضع لمعايير، فانا المعيار الاول اللي لازم ابص عليه مردود عبد الله في الملعب. ماليش دعوه بعمل السن. هتقول لي ان السن ده بيبقى فيه مثلا هو معرض اكتر للاصابات والكلام من ده، انا معاك، هو معرض للاصابات فعلا فعلا، وان عبد الله في السن اللي زي ده ما ينفعش الاحمال البدنيه تكون عاليه قوي، لكن قيس على كده انك انت عندك نفس اللعيبه صغيره في السن ما بتقدمش نص اللي بيقدمه عبد الله، وبياخدوا مرتبات قريبه من كده. فالاولويه لمين فيهم؟ عبد الله اللي بيديني في الملعب واللي هيكون ليه دور مهم حتى كقائد للفريق، لعيب عنده خبرات كبيره ويقدر يقود المجموعه اللي جايه مع المجموعه اللي موجوده، ويقدر يعمل يعني يعمل شغل مفيش كتير غيره هيعملوه. اللي زي عبد الله وجوده في وقت خلع الملابس كنز، كنز، لعيب عنده كم خبرات رهيب، مع سعي النادي لضم طارق حامد ومع اعتزال شيكابالا. فانت فعلا محتاج 2 لعيبه في الفريق بتاعك زي عبد الله وطارق حامد، حتى لو مش اساسيين، حتى لو مش بشكل اساسي في الملعب، حتى لو مردودهم الفني هيقل، ما طبيعي يقل، العمر لا يرحم زي ما بيقولوا، او الزمن لا يرحم يعني. فعبد الله السعيد انا شايف ان تجديده للزمالك ضروره، ضروره، خصوصا كمان انك انت في طريقك انك انت تمشي ناصر ماهر. عشان نكون برضو واضحين، ناصر ماهر هو عنصر في الصفقة التبادلية المزمع إقامتها بين الزمالك وبيراميدز. بيراميدز عايز صبحي وعايز ناصر ماهر وممكن فتوح كمان، دول لعيبة أساسيين عند الزمالك، فما ينفعش يكون مقابلهم من بيراميدز لعيبة معارة واحتياطي. عيب، هيبقى عيب. مين من المعارين من بيراميدز مثلا قيمته تساوي ناصر ماهر او تساوي فتوح او تساوي صبحي، اللي هو الحارس الواعد اللي سنه صغير اللي ممكن يبقى جول كيبر بيراميدز لمده 10 12 سنه؟ الصفقه دي لو ما دخلش فيها لعيب زي مهند لاشين او لعيب زي مصطفى فتحي، الديل ده هيبقى ديل خسران للزمالك. من وسط الليله بتاعت بيراميدز اللي بره كلها، يمكن محمد رضا بوبو بس اللي يستحق. فلو رست على محمد رضا بوبو وواحد من مصطفى فتحي او مهند لاشين، انا شايف ان الديل هيبقى ناجح مع الزمالك. لكن انا ضد التفريط في محمد صبحي باي حال من الاحوال. لو اتفرط فرط فتوح وناصر ماهر ماشي، محمد صبحي لا. حتى لو انت مخلص مع حمزه علاء، حتى لو انت عامل حسابك ان حمزه علاء موجود معاك السنه الجايه، فانا لا، صبحي ما يمشيش برضه. يعني انت لو هتخيرني ما بين صبحي وعواد، لا، عواد يمشي، عواد يمشي. صبحي حارس ممكن تندم عليه. تاني،
عشان انا عايز اثبت النقطه دي بالذات. ما ينفعش بيراميدز لما يعمل ديل معاك زي ده يبقى هو عينه على لعيبه اساسيه عندك، وانت تاخد لعيبه احتياطي من على الدكه، اذا كان بقى المعروض منهم عبد الرحمن مجدي او مش عارف مين او زلاكا او وهم ياخدوا اساسيين من عندك. دي موضوع مهم. لازم طرف من اطراف الصفقه دي يكون مصطفى فتحي او مهند لاشين، ان لم يكن الاثنين كمان. لازم الاداره عندنا تشتغل على كده. جو رضا بوب ومحمود صابر ومش عارفه ايه لا، رضا بوب على عيني وعلى راسي، لكن معاه لعيب اساسي في بيراميدز او اتنين لعيبه اساسيين قصاد الاتنين اللي هياخدوه. ده بخصوص الصفقه التبادليه اللي بين الزمالك وبيراميدز. حاجه كمان عايز اقولها، يعني حاجه الصراحه انا يعني تستفزني انا. هو مين ثروت سويلم؟ علاقته ايه بالكوره؟ وليه بالذات ثروت سويلم مفروض علينا 10 سنين ولا 15 سنه؟ الراجل ده مفروض علينا. الراجل ده مش هيستريح غير لما يعمل مصيبه في البلد. هو على راسي من فوق ان هو راجل عضو مجلس شعب وراجل كبير في ابو حماد، يعني بس في ابو حماد وفي مجلس الشعب. انا بتاع كوره، احنا بنتكلم بتوع كوره. حضرتك ايه علاقتك بالكوره؟ انت ايه علاقتك بالكوره؟ مين اللي فرض علينا ثروت سويلم؟ الراجل ده يعمل مصيبه يا جدعان. الراجل ده يعمل مصيبه، والله العظيم يعمل مصيبه، هيعمل كارثه. الراجل ده طالع النهارده يقول لك لو بيراميدز كان انسحب كانت اتطبق عليه خصم 6 بونت. طب يا عم الاهلي اصل لا عشان استقرار المنافسه. انت ايه اللي بتقوله ده يا ابني؟ انت اللي بتقوله ده يا عم؟ هو ده كلام؟ هو ده كلام يتقال من مسؤول؟ السنه اللي فاتت نفس الكلام برضه، حاول يقلل من الزمالك ودخل في مشاكل. انا عايز اعرف هو اللي فرضه علينا ليه؟ اذا كان هو ولا احمد دياب يعني. انا افهم ايه طيب كمشجع؟ افهم مثلا ان هي الدنيا مسيسه عندنا، وان السياسه في الرياضه، وان كنتوا جايبين ناس زي دي عشان تبقى الامور في ايديكم دايما وتحت السيطره، وان اي قرار عايزين تاخدوه من بره تاخدوه عادي. انا الصراحه مش شايف ان يعني الغاء الهبوط. انا طبعا يعني يصعب على الاسماعيلي يعني فكره الغاء الهبوط، يعني فكره فاشله. فكره فاشله. احنا كاننا بندي حقنه مخدر للاسماعيلي. ما هو السنه الجايه هيهبط. هو الاسماعيلي مثلا هيجي له شيخ خليجي يدي له 10 مليون دولار يدفع الغرامات ويعمل فرقه؟ لا طبعا مش هيحصل. هل نصر ابو الحسن هيمشي؟ لا طبعا مش هيمشي. هل الناس اللي بتدير الاسماعيلي هتمشي؟ لا طبعا. هل فرقه الاسماعيلي ده هيطرأ عليها شيء؟ لا طبعا. يبقى السنه الجايه هيهبط. السنه الجايه هيبقى الواحد مش الدوري 21 فريق، الاسماعيلي ممكن يبقى رقم 21. فانت بتدي له حقنه مخدر يا سيدي. عايز تلحقه افتح الاستثمار، ما قدامكش حل غير كده. حد يجي يشيل. اما هتسيبه كده لا، يا فرحتي هيهبط تاني. مش هتلغي الهبوط تاني برضو؟ احنا كده بقى يعني مؤاخذه بنهزر. بنهزر والله العظيم بنهزر، وحياة ربنا بنهزر. 21 فرقه ايه ايه اللي انتوا بتعملوه ده اصلا؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ احنا يا جدعان تحسوا ان احنا في فيلم طول السنه وفي الاخر بتفاجئونا في اخر السنه بتقول لنا بص احنا بنهزر يا عم. اسماعيلي ايه اللي يهبط؟ طب طبق اللائحه على الاهلي. بص يا عم انت، لوائح ايه؟ اللوائح دي تطبق على الزمالك تطبق على اي حد تاني؟ انت تخرب لي الدنيا. مشيها كده، هي ماشيه كده، هي ماشيه كده. هم بيقولوا لنا كده والله. احنا بنهزر يا عم. اسماعيلي ايه اللي يهبط؟ ما تصدقش. طب دي كوره يا جدعان. بص على السعوديه، اهلي جده هبط وبعد 3 سنين بطل دوري ابطال اسيا. عادي جدا. مش هتكلم على الهبوط قوي عشان اخواتنا بتوع الاسماعيليه بيزعلوا، لكن برضه اخواتنا بتوع الاسماعيليه بقى لهم فتره كده مش عارف مالهم كده. مش عارف مالهم كده. يعني شايف حاله حب كده وحاله يعني ايه، تحس ان كنتوا ناقص تقولوا شكرا للكابتن. كل ده عشان ثروت سويلم ولا مش عارف مين طلع قال اصل الاهلي قال مش هنلعب الدوري من غير الاسماعيلي. خلاص كل الاهلي كده بقى عليه سكر. وصفحات الاهلي دي كلها اللي بقى لها سنه ماسكاكوا هيهبط هيهبط هيهبط، والمانجا باظت المانجا باظت. بقوا حلوين دلوقتي وبسكر. والزمالك اللي ما راحش لخلافه مع الرابطه اللي يعلمه الجميع، وبيراميدز برضه ما راحش لنفس الخلاف ان الرابطه ما طبقتش اللوائح على الاهلي اللي طبقتها على الزمالك السيزون اللي فات. وان الزمالك عنده مشكله فعلا قائمه مع الرابطه بره عنك خالص انت. زي ما كان بره عنك اصلا قرار الغاء الهبوط. قرار الغاء الهبوط كان متفصل لفيوتشر لمودرن سبورت اصلا لما كان الاخير في الدوري. يعني الكلام بتاع الغاء الهبوط اتطرح كان عشان مودرن سبورت، مش عشانك خالص. انت مش في الحسبان اصلا. انت من امتى في الحسبان؟
ما انت يا ابني سايبينك بتفرفر بقالك سنين، حد لحقك؟ اتغير من الوضع شيء؟ لا. جابوا لك حد عليه القيمه يمسكك؟ لا. جايبين لك واحد اصلا كان عنده مشاكل بالزوفه جاي يحلها على اجثتك. نصر ابو الحسن ده ولا اسمه ايه؟ عنده مشاكل بالزوفه. الراجل ده عامل كوارث في الاسماعيلي. فانت دلوقتي بتدين بالفضل وتقول الكابتن الخطيب مشكورا وعوده العلاقات ومش عارفه ايه وان الزمالك ازاي ما يجيش، ده الزمالك كان ضد الغاء الهبوط. بقى الزمالك مين اللي ضد الغاء الهبوط يا ابني؟ هو الزمالك راح اصلا؟ وانت بتتلكك لي ليه؟ انت بتتلكك ليه؟ حاطط نفسك براس معايا ليه؟ عايز تعملني خصم وند ليك ليه؟ انا صاحب فضل عليك طول عمرك. طول عمرك انا صاحب فضل عليك. من ساعه ما التهجير. مش عايز اقول لك ان انا يعني كل البيبان اتقفلت في وشك الا باب الزمالك. لما كنا بنشتري منكم بالغلا والكوى ده لو وافقتوا. ولو الاهلي فيها كنتوا بتبيعوا للاهلي وكنا عادي بنبلع عليكم ونقول غصب عنكم اللعيبه هي اللي عايزه. لكن كده كتير قوي الصراحه، يعني محدش يقف جنبكم زي جمهور الزمالك. محدش كان داعم ليكوا وسبورت ليكوا غير جمهور الزمالك. احنا الدوري كله شايفين صفحات الاهلي كلها نازله سفه عليكم. دلوقتي بقى هم حلوين واللي كان مش عارف ايه هو الوحش. شويه عرر بجد يعني. بجد والله. ايه اللي بتعملوه ده؟ انا عايز اقول لك مثل بس استحي والله. انا كتبته في بوست كده بس انا استحي اقوله يعني في لايف. لا اله الا الله. انت خلاص هبطت. فدي مصيبه. عيب اصلا ان الاسماعيلي اتقال عليه هبط فتم الغاء الهبوط عشان الاسماعيلي. عيب اصلا. انت لو تعرف عيب اصلا. انا عارف ان المشاكل كانت اكبر انكم نادي معدوم الدخل فعلا ودي حقيقه. وان ده شيء مش بايديكم. انا والله مقدر كده تماما. لكن برضه حضرتك لازم تقدر انك ما شفتش مني حاجه وحشه. ما شفتش مني حاجه وحشه خالص انت. فما ينفعش انك انت تيجي دلوقتي تاخدني تعملني ند وتخش معايا ومشكله وان انا حبيبي انا ما روحتش عشان عندي مشاكل مع الرابطه. عندي نصيبه مع الرابطه. مش عشانك انت خالص. وتاني مش انت اصلا سبب قرار زي قرار الغاء الهبوط ده. والله ما انت اللي كان مقصود في ووتشر والله. انت عديم القيمه. انت هوا. قعدوا ينهشوا فيك. الاهلي قعد ينهش فيك 15 20 سنه. ومن كتر ما انت وضيع فعلا يعني الناس قالوا عليكم ان احنا اشترينا عمر الساعي مثلا السنه اللي فاتت مجامله. وطلع كلام كمان ان الكابتن الخطيب ما فصلكوش لما طلبتوا 50 مليون قال لكم موافق عشان الاسماعيلي. يا سلام. وانت مصدق. وانت مصدق. انت للدرجه دي قليل. يعني لما يتقال كده على ناديك بعد كل اللي عملوا معاك ده. يا جدعان ما بيلعبوش في الاسماعيليه. دي كفايه دي يعني. انت متخيل ان الامور بينكم وبين بعض كانت عامله ازاي لدرجه ان هم ما بيلعبوش في الاسماعيليه اصلا الاهلي. فبعد كل ده بس احنا خدنا عمر الساعه ب 50 مليون عشان ما يزعلوش عشان ما. انت للدرجه دي رخيص. انت للدرجه دي عديم المبدأ. انا كلامي ده طبعا متوجه للعيال بتاعت الصفحات بتوع السوشيال ميديا يعني. اللي عم شاف فعلا بوستات كتير قوي يعني كلها زيف وتدليس وكذب. الزمالك ملوش علاقه من قريب او بعيد بالاجتماع اللي حصل بتاع الرابطه ده. فيلم هندي. دي ناس طول السنه بتلعب واخر السنه واحنا بنهزر. يعني ما يتقالش غير كده. تاني هام انت مش ند ليا. انت كاسماعيلي مش ند ليا خالص. خالص. عمرك ما كنت ند ليا. انت لازم تعرف برضو يعني تعرف حجمك وانا اعرف حجمي. والدنيا تبقى حلوه وتمشي. وانا صاحب فضل عليك من ساسك في راسك. بس الزمالك مش عادوا ليك. بالعكس جمهور الزمالك كان صعبان عليه حالك. جمهور الزمالك انا واحد من الناس كلمت مره واثنين وثلاثه عن الاسماعيلي. بس الفتره الاخيره فعلا شايف افواره جامده منكم. وحاسس ان كنتوا يعني ايه ما صدقتوا اي كلام يتقال فما صدقته. وفي كده حاله كره وزهره يعني. مش عايزين ناخد الناس يعني كلها زي ما بيقولوا يعني ايه عاطل في باطل. اكيد في ناس مع الله محترمين. لكن اللي بنشوفه مؤخرا
في معظم الصفحات التابعه للاسماعيلي لا قله ادب وقله ذوق وانعدام كرامه. انت رخيص قوي انك انت بعد اللي عملوا فيك ده كله بكلمتين في الهوا زي بتوع ان الاهلي ما رضيش يلعب من غير الاسماعيلي. احنا بنلعب من ورا الفيفا حرفيا قسما بالله. وكلمتين تانيين، اصل احنا كابتن الخطيب اشترى عمر الساعي من الاسماعيلي من غير ما يفاصلهم عشان الاسماعيلي في اشد احتياج للفلوس. انت طلعت رخيص قوي كده. طب ما كنت تقول لي يا عم عشان اعاملك على كده. انا عاملتك على انك بني ادم، ما اعرفش انك انت عيل كده يعني. كنت عرفني عشان اعاملك بالمعامله اللي تستحقها بس.